مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ عساكم بخير وبنعيم ربي. من سقطت طائرة ياسر عرفات بالصحراء، طلعوا كل الدول العربية يبحثون عن المرحوم ياسر عرفات، بس ما لقوه، إلا دولة إسرائيل استمرت بالبحث لحد ما جابت ياسر عرفات ورجعته للسلطة الفلسطينية. هذه الصورة الزهور عرفات، الابنة الوحيدة لياسر عرفات مع والدتها سهى في فرنسا، تبلغ ثروتهم 8 مليار دولار. شيء طبيعي وعادي، لأن حفيدة خميني عايشة بلندن. بنات المرجعية ومن ضمنهم السستاني عايشة بلندن. وكلاء المرجعية وعوائلهم والمعممين عايشين ببريطانيا، فرنسا، لندن، ألمانيا، استراليا. بإمكانكم عمل بحث على جوجل وتتأكدون، أو على اليوتيوب. هاي المقدمة نقطة راس سطر جديد. نشكر الولائيين وإيران اللي طلبت مقاطعة المنتوجات الفرنسية لشتمها للرسول الكريم. يا حبذا يقاطعون ولاية الفقيه وخميني، لأن باعتباره إنتاج فرنسي. وهم رجعوا للجوجل وتأكدوا. صدعوا راسنا بكلا أمريكا، كلا إسرائيل. ومن هذا الكلام لما فاز بايدن بالانتخابات ضد ترامب، أول المهرولين نور خنينة يبارك له. طبعا الشخص أكو معزة خاصة بيناتهم، ومو بس هو، ويا باقي السياسيين اللي يجوي عالدبابة الأمريكية. ملخص الكلام: الشعب العراقي مع احترامي للواعي والطيبين والفاهمين، شعب عاطفي، شعب بين قوسين زوج. 17 سنة يضحكون عليه المعممين وينهبوه خيراته ويطلعوها لخارج العراق يستثمروها، هذا دول أوروبية أو أمريكية أو عربية مثل الإمارات وغير الإمارات. شيعتها وسنتها كلهم. نعم، ما أريد أشتم. نرجع الموضوعنا. إيران تبارك لأمريكا بانتخاباتها الأخيرة وبفوز بايدن. لعد وين كلا أمريكا، كلا إسرائيل. الأحزاب كليتها الموجودة بالساحة العراقية باركت لهم. لعد وين كلا أمريكا، كلا إسرائيل. قنواتهم فرحانة لأن خلصت من الصهيوني ترامب الجبان حسب ما يسموه. طبعا شكر خاص للسيد ترامب على السواء، وأهم شيء الكباب مال سليماني. نذكرك بالخير بهاي العملية، إن شاء الله القادم يصير نفس حذوك، وأنا متأكد نفس حذوك. نرجع لموضوعنا. خلينا نشوف الباركة والبايدن، وخلينا نسمع من بايدن هو منو. تحياتي واحترامي للطيبين. ما فشرني، لا ما فشرني. جيبها. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do,
Israel in this body for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel. Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me, I did not need to be a Jew to be a Zionist, for I am. Israel is essential to the security of Jews worldwide. People should understand by now, this should be crystal clear, that Israel is the single greatest strength America has in the Middle East. I always say to my friends when they say those things to you, I say, imagine our circumstance in the world were there no Israel. How many battleships would there be? How many troops would be stationed?